يا أساطير بلاك كلوفر، أهلا بكم في ملخص شامل لمعركة آستا ويونو ضد أعظم متلاعب وأقوى ساحر في عالم بلاك كلوفر، لوسيوس زقراطيس. بدون أي إطالة في المقدمات دعونا نبدأ. ومن الظلال يخرج بقرة الثيران السوداء مغطى كاملا بمضاد السحر، ومنه يخرج الثيران السوداء قائلين: ما هذه إلا البداية أيها الوغد. كل من ناخت وإيتشيكا يصلون إلى موقع يامي، وآستا يصل عند يونو ويصد ضربة نسخة لوسيوس، وفقط بصدها كاد أن يقطع يده. آستا يصرخ ليونو: أنت كنت تنوي استسلام للخسارة الآن، أليس كذلك يا يونو؟ لكنه يرد بأن ذلك غير ممكن، ويصرخ كلاهما: أنا الشخص الذي سيهزم لوسيوس وسيصبح إمبراطور السحر. لكن لوسيوس من الأعلى مرتاح وفقط يبتسم، وكأنه كان يتوقع حدوث كل هذا. آستا ويونو يندفعان نحو نسختي لوسيوس ويعلنان بأنها الآن أصبحت معركة 2 ضد 2، لكن لوسيوس لديه رأي آخر، يقوم بإضافة نسختين أخريين إلى المعركة، ولكن كل من يونو وآستا مبتسمان في وجهه. ولوسيوس يقول بأن حتى لو أن آستا قد عاد فإنه يمتلك عشرات من الملائكة و3 كبار من الملائكة وأيضا 11 نسخة منه، ويعلن بأن الفوز لا يزال لصالحه. وتظهر العاصمة شبه مدمرة بالكامل، لكن آستا ينظر إليه بنظرة كلها ثقة. تعود الأحداث للوراء قبل وصول الثيران السوداء، جميعهم مستغربون من قوة مضاد السحر، وإيتشيكا عندما تراهم تستغرب من هؤلاء الحمقى. ماغنا يسألها من تكون، وآستا يقول بأنها شقيقة يامي من دولة الشمس. هذه كانت صدمة لجميع الثيران السوداء، وناخت كانت ردة فعله مختلفة، حيث قال في نفسه: تبدو مثيرة للاهتمام. وأنا أعتقد بأن يامي كان قد أخبر عنها، لأنهما كما نعلم كان صديقين مقربين في الماضي. إيتشيكا تقول للجميع أنهم الآن يمتلكون مضاد السحر ممزوجا مع طبيعة سحرهم الأصلي، ما يسمح لهم باستخدام نسخة زائفة من مضاد السحر، وتحذرهم بأن قوة مضاد السحر ليست دائمة، وكلما استخدموها أكثر استهلكت بسرعة. لكن ناك متهور كعادته يندفع بقوة ويدمر حوالي 4 أو 5 ملائكة بسرعة البرق، ويقول بأنها ليست لديه مشكلة لأنهم سينهيهم قبل أن ينتهي مضاد السحر. وحين يقوم بطرح أحد الملائكة أرضا ويقول بأن لديه فكرة أفضل. لوسيوس عندما يرى أن الملائكة تسقط بسرعة يدرك بأنهم يمتلكون مضاد السحر، وفجأة يظهر ماغنا خلفه ورمى كرته باتجاهه. لوسيوس تجنبها في البداية، لكن الكرة عادت إليه مجددا، وعندما حاول إمساكها راوغته والتصقت بصدره، وأيضا التصقت الكرة بذلك الملاك الذي أسقطه لاك. وبهذا أصبحت قوة لوسيوس مقسمة على 4 أشخاص. الدمى تدمر والنسخ تهزم واحدا تلو الآخر. وآستا يسأل لوسيوس: هل الاحتمالات لا زالت في صالحك؟ لكن لوسيوس يبتسم ابتسامة خبيثة ويبدأ في رفع المملكة وتدميرها كاملة. الملك يصرخ من الخوف، المواطنون يهلعون مما يحدث، والفرسان يحاولون إنقاذهم، والقادة أيضا وصلوا لحدود قوتهم. وآستا يقول بأن ريودو أخبره بهذا، أخبره بأن لوسيوس يخطط لتحقيق هدفه عن طريق استخدام تعويذة جد قوية من السماء، وأنه ما يجب أن يصل للجسد الأصلي، لأن يونو وآستا هم الوحيدان القادرين على هزيمته. نسخ لوسيوس تقذفهما وتقول بأنهم لن يسمحوا لهم بالمغادرة، ولكن آستا يبتسم لأن خطط لهذا بالفعل. حينها تظهر أمامه بوابة ويخرج منها كل من فينرال، زورا وتشارمي ونيرو، وليس عنده فقط بل ظهرت غراي وفانيسا لدى نويل، وغوش لدى ريل، وغوردن لدى ويليام وشارلوت، وإيتشيكا وناخت لدى يامي، وهنري بمقر الثيران يلكم أحد النسخ. وحينها آستا ويونو يتجاوزان نسخ لوسيوس وينطلقان. في الجانب الآخر الأسود القرمزية قد انتهوا جميعا. حينها موريس يقرر إظهار سحره الثاني، سحر الأرض، ويقوم باستدعاء جنود من الأرض. هم يندفعون نحو ميري وهي تحرقهم، لكنهم يتجددون بسرعة. ميري يظهر عليها التوتر، وموريس الآن يبدأ في سرد ماضيه عندما كان يقوم بالتجارب على البشر. يقول أنه مهما شرح من أشخاص إلا أنه لم يستطع تجاوز منطق هذا العالم، ومع ذلك وصل حتى أثمرت أبحاثه. يقول بأنه اختير ومنح سحرا يمكنه من استخدام قدراته بشكل كامل، القدرة على تدمير كل شيء وصنع حياة جديدة. وميري تعاني مع جنود الأرض ويبدو أنها وصلت إلى حدودها. هنا بدأت تتذكر أحداثا عن ماضيها، حيث كان كل الفرسان يرفضون التدرب معها من شدة قوتها ووحشيتها، وهذا كله وهي لم تحصل على كتابها السحري بعد. كان الفرسان العاديون لا يستطيعون التنافس ضدها. ميري تقبلت أمر أن لا أحد يستطيع مواكبتها، لذلك ذهبت إلى مختلف الغابات القاسية ذات مناطق سحرية قوية، وأجبرت نفسها على تسلق جدران حدود البشر عبر محاربة وحوش تفوق قدرة العقل البشري. وعندما كادت أن تصل للقمة أدركت أن هذا هو أقصى حد تستطيع صعوده لوحدها، ولكنها ليست لوحدها بل معها أتباعها وتلاميذها الذين مهما وبختهم وقست عليهم كانوا يرجونها أن تستمر في تدريبهم وتتركهم يكملوا ليصبحوا أقوياء
مثلها. في هذه اللحظة يصل فويغليون للمساعدة، دمر العديد من الملائكة وأيضا جنود موريس، لكن ميري صرخت وقالت: من قال أنني كنت أنتظرك؟ وقامت بإنشاء تعويذة جديدة، وقالت بأنها أخيرا فهمت الأمر، فهمت أنها دائما ما تتجاوز حدودها، وأطلقت تعويذتها وأعادت جميع أتباعها إلى الحياة. موريس مصدوم مما يراه، والأسود كذلك لم يصدقوا أنهم عادوا للحياة مرة أخرى. ميري قالت لهم: حتى لو كنتم ميتين، هل تعتقدون بأنني سأسمح لكم بالنوم والتكاسل عن مهمتكم؟ سوف تتبعونني حتى إلى الموت أيها الحمقى المغفلين. وبهذه الكلمات بدأوا الهجوم على جيش موريس. موريس سيفهم كيف عادوا إلى الحياة مجددا، وميري تندفع نحوه وهو يقول بأن حتى لو دمر جيشه فقد انتهى أمرها بالفعل، ولكن ميري قامت بحرق أيدي موريس بكل سهولة، وموريس يقول بأن لا يستطيع تمزيقها لأن ليس هناك أصلا جسد يمزقها، فقد تحول جسدها بالكامل إلى مانا. هذا هو لهب القيامة، تجاوز الجسد. موريس لم يرد تصديق أن البشرية فعلت كل هذا، أن البشرية تجاوزت حدود المنطق، القتال أصبح من طرف واحد، فتجدد موريس لم يعد يستطيع مجرد سرعة هجمات ميري، وبهذا وبشكل رسمي سقط أول قائد من جيش لوسيوس. في الجانب الآخر نوزل يسقط بسبب أنه كان يدافع عن إخوته. خادم العائلة يحاول علاجه بسحر الشفاء، لكن الجروح عميقة على أن يعالجها. في تلك اللحظة تظهر إحدى ملائكة وهي تستعد للإطلاق عليه، ولكن فجأة تتدخل كاهون وأخوها يهجم على الملك، وكاهون تستخدم سحر العلاج على نوزل، وهما يقولان بأنهما أيضا أصبح أكثر قوة وسيهتمان بحماية أشقاء نويل، وتخبرها كاهون بأن تبذل ما بوسعها. أسير تستخدم سحر الفولاذ وتطلق هجمات ريش فولاذية نحو نويل، لكن نويل بسحر المياه تنشئ دواما تصد بها الهجمات، وأيضا تقوم بتحويل سيفها إلى صوت وتضرب أمها لتقذفها نحو الجدار. أسير تضحك وتقال استخدام سحرها الثاني فتكون كرة ماء، ومن هذه الكرة تخرج أحزمة موجهة نحو نويل من كل الجهات. هذه الأحزمة قوية جدا فهي تدمر كل ما أمامها، ونويل تعاني جدا لتفاديها. أسير تطلق هجوما بسحر الفولاذ، ونويل أيضا تستخدم سحر حاكم البحار لفتيان، وكلا الهجومين تصادما. أسير استغلت الفرصة وهجمت وأصابت نويل، لكن هذه الأخيرة صرخت بأنها لم تنتهي بعد. سوليد الذي يشاهد المعركة يقول بأن نويل أصبح التحكم بالسحر في غاية الدقة، وهجماتها أصبحت شرسة. ونيبارا أيضا تقول بأن السبب عدم قدرتها على مقاتلة أسير ليس فقط لأنها أمها، بل لأنها لا تمتلك الشجاعة الكافية ولا يمكنها الإيمان بنفسها للانتصار. كانت دائما ما تقاتل الخصوم الأضعف منها وتعذبهم بلا رحمة، وعندما تواجه خصما أقوى منها فقط يحميها الآخرون. وفي تلك اللحظة وأخيرا يعترفان بأنهما مثيران للشفقة، اعترفا أخيرا بأنهما من كانا ضعيفين، أما نويل فقد واجهت ضعفها باستمرار وحاولت أن تصبح أقوى. وبالعودة للمعركة نويل وأسير يتصادمان بقوة، ولكن نويل سقط سلاحها وقذفت بعيدا، وأسير ظهرت أمامها وقالت: كان ذلك ممتعا، شكرا لك يا نويل. وفي اللحظة التي كادت أن تجهز عليها تدخل سوليد وأبعدها بصعوبة، وأيضا نيبارا دخلت المعركة. سوليد يقول وهو يرتجف: أنا ضعيف وجعلت من نفسي أحمقا أمام الجميع، لكن ليس من الخطأ أن تكون ضعيفا، بل الخطأ هو أن تبقى ضعيفا. وحين يقول كلاهما وهما ينظران لنويل: لا أريد أن أبقى ضعيفا للأبد، أريد أن أبدأ بداية جديدة هنا. وفي تلك اللحظة يصل نوزل ويعلنون بأنهم الأربعة سيهزمون أمهم. نيبارا تستخدم سحر الضباب لإخفاء وجودهم حتى يتمكنوا من التفكير في خطواتهم التالية. نوزل يتوجه بالكلام لنويل، يقول لها بأنها لطالما كان لديها سحر كامن غير عادي، ولأنها لم تستطع التحكم فيه أصبح يجن جنونه في كل مرة، وأنها في مرحلة ما أصبحت تكبح نفسها عندما تطلق التعويذات، فيخبرها بأن تضع كل سحرها وكل قوة لفتيان وتطلقها في هجوم واحد. نويل تقول بأنها تحتاج للوقت لفعل ذلك. في تلك اللحظة أمهم تعثر عليهم، ونوزل يقرر التخلي عن أسلوبه المعتاد والتركيز بالكامل على الدفاع، ويقول: الإخوة الكبار موجودون لحماية أشقائهم. وحينها يظهر مغطى كاملا بسحر الزئبق ويمسك بسيف أمه بكل سهولة، ويبتعدان بعيدا ليخبر إخوته بأنه سيحاول كسب الوقت ليقوموا هم بما يلزم للانتصار. سوليد ونيبارا سيقومان بدعم نويل، يخبرانها بأن لا تفكر في التحكم في سحرها، كل ما عليها فعله هو ضخه ثم إطلاقه، وهما من سيتحكمان في سحرها. نوزل يجاري والدته، ولكنها رغم ذلك تألم من سحر الزئبق، فكما نعلم الزئبق مادة سامة وجسد نوزل لن يتحملها. نويل تستمر في ضخ السحر، ولكن هذا السحر الوحشي بدأ يؤثر على نيبارا وسوليد. نويل كادت أن تتوقف، لكنه ما أخبرها أن تكمل، قائلين بأن هذا الألم لا يقارن بما فعله لها في الماضي. ونوزل أيضا فكر في أن هذا الألم هو عقاب له لأنه لم يربي إخوته بشكل صحيح. نيبارا اعترفت لنويل بأنها كانت
وتغاروا منها لأنها تشبه والدتهم. وسوليد اعترف أيضا أنه كان يحسد نويل لأنها تمتلك سحر ماء أقوى مما لديه، وعندما علم أنها لا تستطيع التحكم فيه شعر بالارتياح. كان يعاملها بحقد وزرع فيها الخوف لجعلها تفقد الأمل في منافسته. وفي تلك اللحظة كل من سوليد ونيبارا يتضارى بحرقة لنويل، ونويل قبلت اعتذارهم. وفي تلك الأثناء اكتمل الشحن وتشكل السحر على رأس تنين وأطلق الهجوم. نوزل تمكن من أخذ سلاح أمه ورماها باتجاه الهجوم. هي استخدمت النسل لمحاولة صده، ولكن هذا الهجوم لا يصد ولا يرد. أسير عندما علمت أنها النهاية كانت آخر كلماتها: إنه لأمر مخزي، ولكن تمكنت من رؤية الأطفال وجميعهم أصبحوا كبار وأقوياء. أنا راضية بالنسبة لأم. وبعد ذلك انتهت، وتم إسقاط ثاني قائد من جيش لوسيوس. في الجانب الآخر ناخت أخيرا يلتقي بأخيها الراحل، وإيتشيكا تلاحظ يامي خلفها. في تلك اللحظة تصل إحدى نسخ لوسيوس ويقول: لنتعاون نحن الغزلان الرمادية لمواجهتهم. ناخت يقرر بدء القتال، ينشئ منطقة المانا الخاصة به ليحبس كل من مورغان ولوسيوس معه، لتتمكن إيتشيكا من الذهاب ومساعدة يامي. عندما يرى إيتشيكا تتجه نحوه ظن بأنه يهلوس، لكن عندما وصلت إليه تعرف على الكي الخاص بها. إيتشيكا أخبرته بأن يتماسك، وهو سألها ما الذي جاء بها إلى هنا، وهي أخبرته بأن بفضل أتباعه تمكنت من القدوم برفقة آستا. يامي ضحك عندما علم أن توقعاته كانت في محلها بأن آستا لا يزال حيا. إيتشيكا اعتذرت ليامي، فهي من أبادت عشيرتهم وليس هو فقط قتل والدهم الذي جن جنونه، وحمل عبء إبادة العشيرة على عاتقه ورحل. اعتذرت لأنها لطالما حملت الحقد على أخيها الذي ضحى بنفسه لأجلها. تعود الأحداث إلى الحوار الذي دار بين يامي وريودو قبل رحيله. يامي أخبر ريودو بأنه سيعيش بحرية وسيسقي القوى ليصبح أقوى، وأخبره بأن يعتني بإيتشيكا حتى يعود لرؤيتها عندما يصبح ريودو الشوغن. وفي الحاضر يامي على حافة الموت، وإيتشيكا تذكرت أن ريودو أعطاها شيئا لتستخدمه في مثل هذه الحالة. هذا الشيء كان حبة روح الشيطان. إيتشيكا تساءلت لماذا ريودو أعطى هذا الشيء الذي تسبب في إبادة عشيرتهم، لكن يامي فهم الأمر، فهم أن ريودو واثق بأن يامي سيقوى على استخدامها، فأمسكها ووضعها في فمه، وقال بأن ما قاله والده عن هذه الحبة له مختلف عن الحقيقة، فلم يكن تأثيرها لزيادة تعطش للدماء، بل كان يفجر من القدرة الجسدية مما يؤدي إلى الهيجان. لم يتمكن أي أحد من عشيرتهم من التحكم في هذه القوة، لذلك كانوا يخرجون عن السيطرة. قوة يامي تزداد بشكل هائل، وقدراته على الشفاء تزداد معها. في تلك اللحظة نسخة لوسيوس خرجت من سجن ناخت وهجم على إيتشيكا محاولا دعسها، لكنها بسرعة حملت يامي وتفادت الهجمة، لكن لوسيوس لم يسمح لها بالهروب. وفي اللحظة التي كاد أن يجهز عليها ظهرت يد يامي أمامها وضمها إليه، وحينها يامي ظهر بهيئة مهيبة وفخمة جدا. بهذه الهيئة تمكن من قطع نسخة لوسيوس بضربة واحدة، النسخة التي عانى أمامها يونو كثيرا. تمكن هو من القضاء عليها بكل سهولة، وقال بأنه في هذه المرة سيحمي أختها مهما كلف الثمن. قبل بضعة لحظات ناخت بعد رؤيته لسحر الظلام وتلك القرون عند مورغان تذكر لوسيفيكوس، وقال بأن مورغان تنبعث منه نفس هالة ذلك الشيطان. ناخت قرر إطاحة بنسخة لوسيوس ومورغان بنفسه حتى لو كلفها ذلك حياته، وأظهر تحول جديد جمع فيه لأول مرة 3 من شياطينه وبدأوا بتبادل الهجمات. ناخت لم يستطيع إصابتهما بسبب سرعتهما الكبيرة، ومورغان يلعب على الوتر الحساس محاولا إحباط ناخت، ومع أن ناخت يحاول التماسك إلا أن مورغان هو نقطة ضعفه. نعود للحاضر. لوسيوس يمدح قوة يامي بصوت يوليوس، ولكن يامي يرد عليه: اخرس، كف عن التكلم بهيئة يوليوس. لوسيوس يضحك ويقول: ليكن في علمك أن مورغان يمتلك قوة أشد مني ومنك. وفي تلك الأثناء منطقة مانا ناخت تختفي وناخت يسقط من الأعلى. إيتشيكا لا تصدق بأن نائب القائد قد هزم بهذه السرعة مع امتلاكه لمضاد السحر، ولكن يامي فقط من يعلم السبب. ناخت يقول بأنه يعرف أن واجب كافر السحر هو هزيمة مورغان، ولكن كيف لها أن يقتل أخاه الغالي مجددا؟ مورغان أطلق سحر الضوء باتجاه ناخت، ولكن يامي تدخل وأبعده، وأخبر ناخت بأن هذا ليس وقت البكاء. ناخت يعلم ذلك، ولكن مورغان هو الوتر الحساس بالنسبة له. هنا أخبر يامي ناخت: مورغان لن يسمح بموت أحدهم، ذلك الشخص الذي كرس حياته في سبيل إنقاذ الآخرين وكان يعتبر تجسيدا للخير. مورغان الذي أحببناه قد مات منذ زمن، عشت حياتك وأنت تلوم نفسك على مقتله، عليك أن تكف عن هذا. وحينها يشجعه ويخبره بأن يقوما بهذا معا. في هذه اللحظة مورغان تحرك واتجه ناحية يامي دافعا إياه بعيدا، وتصادما هو الاثنان. يامي أخبر مورغان بأن لن ينساه أبدا، لذلك كل ما يمكن فعله لإنقاذه هو جعله يرقد بسلام من جديد وإلى الأبد. وحينها يستخدم قمره الأسود مجددا.
وناخت في الجانب الآخر بدأ يفكر، كان يرى نفس الحلم مرارا وتكرارا، يرى أنه انضم إلى الغزلان الرمادية وكان يتشاجران هو ويامي على مورغان، ومورغان يستمر في الابتسام كعادته، وعندما كان يستيقظ يصيبه اليأس. بالعودة ليامي ومورغان، يامي يطلق هجومه قاطع الأبعاد، لكن مورغان بسحر الظلام يبتلع الهجوم ويستخدم كل من سحر الظلام والنور ويطلق هجمات ضوء سريعة وقوية. يامي بالكاد يتمكن من صدها بفضل القمر الأسود. قوة مورغان في مستوى آخر تماما عن نسخة لوسيوس. يامي لن يصمد كثيرا، أما ناخ لا يزال في مكانه وفقط يشاهد عاجزا عن فعل أي شيء. في تلك اللحظة تصل إيتشيكا وتقول بأن يامي ترك بلاد الشمس لحمايتها، في أرض غريبة لا يعرف عنها شيئا استطاع إلهام الكثيرين للاستمرار، وحتى هذه اللحظة يستمر في تحمل كل شيء لوحده. فتقرر القتال رافضة فكرة البقاء مجرد متفرجة، ويبدو أن هذه الكلمات أرجعت العزيمة لناخ. يامي يستمر في تفادي هجمات مورغان، لكن هذا الأخير سريع جدا وتمكن من يامي، وعندما كاد أن يقضي عليه تدخلت إيتشيكا وحرفت مسار هجمات مورغان وأخبرت يامي بأنها هنا لدعمه. ويامي فخور جدا بأخته قرر القتال معها، فقاما معا بإنشاء تعويذة مشتركة تجمع بين القمر الأسود والنجم الأسود وسمياها بالسماء الدامسة، وبدأ القتال معا. ناخت أخيرا قرر مواجهة نقطة ضعفه والقتال، فقاموا لأول مرة بالاتحاد مع 4 شياطين دفعة واحدة ودخل المعركة بهيئة جديدة، وبدأوا جميعا في تبادل هجمات بسرعة كبيرة وعلى نطاق واسع مدمرين كل ما حولهم. مورغان شحن سحر الضوء للهجوم، لكن غفل عن شيء مهم، فكلما ازدادت شدة الضوء كان الظل أشد وضوحا. وناخت استغل الفرصة وظهر من ظل مورغان وغرز سيف الظل في ظهره وقال بأنه سيستمر في العيش، لكن لن يسامح نفسه أبدا عما فعله في الماضي. وبهذا يكون قد سقط آخر قائد من جيش لوسيوس. ومن الأعلى أندرامالك جالس وفقط يشاهد، قال بأنه لم يتوقع بأن الفرسان سيتمكنون من إسقاط جميع القادة، يقول بأنهم أقوى مما كان يعتقد وأنها مسألة وقت فقط حتى تنتهي بقية القتالات. فالثيران بمضاد السحر يستمرون في تدمير نسخ لوسيوس مع القادة، ويقول وهو يضحك هل رأى لوسيوس هذا مسبقا؟ وبصراحة أنا أظن بأن أندرامالك يسعى لشيء ما أكبر مما يسعى إليه لوسيوس، فلو كان بالفعل بجانب لوسيوس لبادر هو الآخر بالقتال، لكن يبدو بأنه قد يخون لوسيوس. المهم أستا ويونو يندفعان معا نحو لوسيوس الحقيقي وبيل منهكة ونيفرلاند على وشك الاختفاء. وهنا آستا قدم ليونو طعام تشارمي ويونو شكرها واستعاد طاقته، وانطلقا هو وآستا معا. عندما وصلا وجد لوسيوس ينتظرهما بالفعل. لوسيوس يقول أنهما يحاولان إسقاط عالمه المسالم، وآستا يرد عليه لا أعلم إن كان ذلك العالم شيئا جيدا أم لا، ولكن لدي سؤال واحد أطرحه عليك. شخص حولتها إلى شخصية سعيدة كما تقول نادمة على كل ما فعلته عند عودتها لطبيعتها. الأخت ليلي بكت إن كنت تبني مستقبل حقيقي لماذا تعرض شخصا جيدا مثلها لكل هذا؟ لوسيوس يرد بكل برود هذا خطأك يا آستا، أنت هو عيب العالم، فعندما تتدخل الناس يعانون في النهاية. يونو يتدخل ويقول أن هذا مستحيل، يقول كنت على حق، أنت لست بحاكم يتمنى حقا السلام لنا نحن البشر، أنت مجرد بشري لا يحب عندما تحدث الأشياء عكس ما يريد، مجرد نرجسي لعين. شحن سحر إخوته اكتمل ولوسيوس يقرر النهوض وظهر بشكل جديد وقوي جدا. في منتصف صدره يوجد قلب لوسيفير، فهو الحجر الأساسي لاستيعاب كل هذا السحر. أطلق هجوم مدمر، لكن أمام مضاد السحر هذا لا شيء. القتال قد بدأ، آستا ويونو اندفعا نحو لوسيوس، وهذا الأخير بسرعة سحر الزمن ظهر فجأة أمام آستا وأبعدها بلكمة قوية. يونو ظهر خلفه ليهجم، لكن سحر العظام أوقفه. لوسيوس يريد التخلص من آستا أولا، استخدم كل من سحر العظام والدم ليصنع الرصاص، وسحر الجاذبية هو قوة الدفع ليطلق رصاصة من يده مندفعة بسرعة خاطفة نحو آستا. آستا بصعوبة صدها بسيفه لكنها أبعدته. يونو تحرر من سحر العظام، ولوسيوس بقدرته التنبؤية تمكن من تفادي هجمته. يونو أيضا صد لكمة لوسيوس ولكنه لم يسلم من أشواك الدم. آستا اندفع بسرعة لدعم يونو، ولوسيوس أطلق مجددا رصاصات العظام. آستا هذه المرة تمكن من صد جميعها. لوسيوس أصبح محاصرا من الجهتين، على يمينه أكثر شخص مكروه من المانا، وعلى يساره أكثر شخص محبوب من المانا. لا يفهم كيف لشخصين متناقضين تماما العمل معا بهذا التناغم. لوسيوس بدأ يتراجع للخلف، ومن الواضح أنه لم يعد قادرا على التنبؤ بتحركاتهم، والجرح الذي تلقاه هو أكبر دليل على ذلك. لوسيوس بدأ يدرك بأن نهايته اقتربت، فهذان الاثنان كل منهما يتجاوز حدود الآخر، ما يجعل قدرة تنبؤ لوسيوس عاجزة أمامهما. بكل بساطة هما يغيران المستقبل. آستا قرر استخدام الزيتين فقطع كلا يدي لوسيوس بلمح البصر. لوسيوس عالج نفسه وجهز مدفعا ضخما ليطلق على آستا، ويبدو أن آستا لن يتفاداه أبدا، لكن لوسيوس غفل على يونو، فهذا المجنون ظهر خلفه ودمره تماما، حرفيا حوله إلى غبار. بيل أعلنت النصر، وآستا ويونو مدحا قدرات بعضهما، لكن فجأة الأرض بدأت بالاهتزاز. أخيرا انتصرت قوات مملكة كلوفر. جميع نسخ لوسيوس قد ماتت بفضل السحر الخاص بماركس. جميع مدنيي المملكة من
من نبلاء إلى فلاحين شهدوا النهاية بلهفة. لكن في تلك اللحظة لاحظت ريبيكا شيئا ما. هذه المرة رأت أن شيئا ما يحدث في أبراج الجريموار. تدفقت المانا منها وتحولت إلى جذور تشبه مجال لوسيوس على شكل شجرة. داخل المجال لاحظ آستا ويونو التغيير على الفور. أشاد لوسيوس بجميعهم لجهودهم الشجاعة، لكن في النهاية الوقت الذي انتظره قد حان. هذا هو ظهور إمبراطور السحر الحقيقي. سأله آستا عما إذا كانوا طوال هذا الوقت يقاتلون نسخا فقط، حتى التي حاربوها بسلاسل التو. آني يمكنك رؤية أضرار المعركة عليهم بالفعل. اعترف إمبراطور السحر أنها نسخة متعبة الصنع، لكنها أدت غرضها بمنح الوقت الكافي. بقول هذا يؤكد بشكل غير مباشر أن لوسيوس لن يستخدم المزيد من النسخ بعد الآن، وبشكل مناسب كشخص يمتلك سحر الوقت. كان تأخيره واستراتيجيته. ذلك الوقت سمح له بربط جميع أبراج الجريموار في مملكة كلوفر بفخ العملاق. هذا حقا لم يتوقعه أي أحد. شرح لوسيوس أنه منذ فجر البشرية كانت الأرض تحتوي على أبراج تضم الجريموار بداخلها. سألهم عما يعتقدون أن جريمواراتهم هي حقا، ثم أخبرهم أن حكمة منحها الحكام أنفسهم. إن الكتاب السحري يضخم السحر الطبيعي للشخص ويعزز تعاويذه أكثر. ثم شرح ما يحدث للجريموار عندما يموت الساحر، وما يحدث للتعاويذ الذي قضوا حياتهم في إضافتها إليها. في النهاية جميعها تعود إلى البرج الذي زودهم بها. والآن بعد أن اتصل بهذا المصدر العظيم للحكمة والتطور البشري يمكن استخدام جميع تعاويذهم أيضا. يا إلهي، لوسيوس أطلق العديد من أنواع السحر، وما ألاحظه هو أنه قد استخدم سحر الزئبق والماء الخاص بعائلة سيلفا، وأيضا البعض من سحر عائلة فيرميليون. بعد ذلك دمر جزء كبير من البناء الضخم بسرعة. استعد آستا ويونو، لكن بينما كان لوسيوس يتحرك لم يكن متجها إليهما على الإطلاق. في الأسفل بين الأنقاض كان جيرودورو وريباي القائد السابق والعضو السابق في فرقة الأورك الأرجواني يتجولان. كان ينتظران أن تهدأ الأمور، وكان عازمين على البقاء أحياء. لكن لسوء الحظ كان لدى لوسيوس رأي آخر. في هذه الأثناء كان ماركس مع ميموزا بينما كانت تعالج الجرحى. رغم بثه للغزو كامل كان ماركس قلقا لأن لم يستطع رؤية ما يحدث مع آستا ويونو. لكن يا رجل، احذر مما تتمناه. أرادت ميموزا معرفة عدد الأشخاص الذين يحتاجون علاجا، لكن عندما التفتت للنظر اختفى ماركس في لمح البصر. عاد لوسيوس بثلاثة ضيوف. كان الرجال الثلاثة يحومون أمامه مع كتبهم السحرية مفتوحة. تعرف عليهما آستا ويونو على الفور. في اللحظة التالية اتسعت أعينهم. هكذا ببساطة كانوا جميعا أموات. فعل لوسيوس هذا ليوضح كيف تعود الجريموارات إلى الأبراج. كان آستا غاضبا جدا، لكن قبل أن يتمكن من إنهاء جملته استخدم لوسيوس سحر التخفي الخاص بجيرودورو ليصبح غير مرئي، ثم استخدم سحر السلاسل الخاص بريباي على يونو، وهكذا تم ختم سحره. لحسن الحظ كان آستا هناك لمحوه على الفور. والآن بسحر ماركس سيسمح لوسيوس للمملكة بأكملها بمشاهدة هزيمتهم. نظر الجميع برعب، لكنهم لم يكونوا الوحيدين الذين يشاهدون. بعيدا في أرض الشمس كان ريويا يرى كل شيء بعينيه تينجيتسو. كان على دراية بالوضع وعرف أن الوقت قد حان للتحرك. نادى فوغي الذي استجاب بسرعة. بدأ عضو ريوزين السابع استخدام تعويذة صوت المقاتل، لأن سبق وضع علامة على آستا، وهذه التعويذة تسمح له بسماعه عبر أي مسافة. تحدث ريويا إلى آستا وأكد على خطورة الوضع الحالي. استخدم لوسيوس المزيد من سحر عائلة سيلفا إلى جلب المزيد من أنواع السحر الآخر. عند هذه النقطة كان لوسيوس أسرع بالفعل من يونو، حيث ضرب على الفك وحطم نصف تاج الأمير. ولكن عندما أطلق آستا ضربة الزيتين تفاداها لوسيوس. عندها تأكد ريويا أن لوسيوس كان يتجنب هجمات آستا. كما لاحظ أن السحر كان مرتكزا بشدة في الكريستال الموجود في نصف صدره، لذا كان يجب أن يكون هذا الكريستال هدف آستا. ضربة الزيتين يجب أن تكون قادرة على محو السحر بغض النظر عن حجمه، لذا إذا استطاع إصابة الكريستال فقد يتمكنون من الفوز بهذه المعركة. ظهر لوسيوس خلف آستا وأخبرها أن كل شيء سيكون على ما يرام. اخترق دفاعاته بسحر الزئبق والأرض بينما رفع سيفا بذراعه الأخرى. وعد لوسيوس بإعادة ليبي إلى الحياة أيضا، وهذه المرة سيمنح آستا السحر الذي يجب أن يمتلكه أي كائن حي. آستا قذف بينما كانت ذراعاه مرفوعتين مما جعل عرضة للخطر. غرس لوسيوس سيفه فيه وأمر أن يستسلم للموت، لكن يونو لم يسمح بذلك، حيث نقل سحر النجوم في لحظة ودرع روح الرياح حمى آستا في لحظة حاجته. تحولت الفرصة الآن إلى صالحهم. انقض آستا وليبي لضربة قاضية. كان سيف قاطع الشياطين على بعد بوصات من الكريستال، لكن لوسيوس فعل ما لا يمكن تصوره. أعاد أمهم للحياة واستخدمها كدرع بشري. رؤية أمه وسماع صوتها لأول مرة شيء ما تحرك داخل آستا وليبي، بينما كان لوسيوس سعيدا للغاية. الآن كان ريو يتساءل بقلق كيف استطاع لوسيوس إعادة أم آستا. تساءل عما إذا كان لوسيوس قد التقى بها في مكان ما منذ زمن بعيد. ثم رأينا أين ومتى التقى بها لوسيوس مباشرة بعد أن سجنت ليبي فيما سيصبح لاحقا كتاب آستا. هذا يعني أن لوسيوس ربما دبر لتلك القصة بأكملها مسبقا باستخدام سحره وسحر إخوته. يمكن استعمال سحر الدم واللحم والعظام والروح لإعادة الموتى، لكن بالتفكير في كل شيء حتى لو كانت مجرد وهم وليست الأم الحقيقية لا يوجد أي
بأي طريقة يمكن أن يضرب ليبي أمه بذلك السيف. انتهز لوسيوس الفرصة بينما كان يونو يشاهد برعب بينما جرح آستا وليبي في صدورهم. فعل نفس الشيء كما في المرة الأولى. هذا سمح له بإلحاق نفس الجرح القاتل بهما، وهو نوع من الجروح الذي لا يستطيع معالجته إلا شخص بمستوى ميموزا. وحتى ذلك الحين نعلم أن جروح ليبي أصعب في العلاج. رآهم جميع سكان المملكة يسقطون. صاح إيتشيكا وريويا باسم آستا بينما كان يونو مصدوما لدرجة أنه لم يستجب. ريبيكا وأشقاؤها الأب أورسي والأيتام كالا سول وماغنا الجميع كانوا في رعب، لكن يامي أكد أن حتى لو قتل ذلك الصبي فلن يموت. طبعا يامي دائما ما يقول أشياء غبية مثل هذه. في هذه الأثناء صاحت نويل طالبة من آستا أن يفعل شيئا الآن. رفع إمبراطور السحر يده وبدأت الأرض تهتز، ثم اتخذت الملائكة أشكالا أكثر رعبا. عاد موريس كوحش سماوي، والشيء نفسه حدث لأم نويل بعد أن ظن يامي ونخت أنهما أخيرا انتهيا. صيد مورغان أيضا، وجميعهم كانوا بأشكال متوحشة ومرعبة. بقوتهم الجديدة استأنفت الملائكة فوضاهم. شكر موريس سيده بينما كانت أسير سعيدة بمواصلة تعذيب أطفالها. أصيبت نويل بالرعب، وعندما تحدث مورغان كان واضحا أن هناك شيئا خطيرا قد طرأ على عقله. استطاع كل من يامي ونخت أن يدركا أن هذا الكائن الذي أمامهم لم يعد مورغان الحقيقي. صرخ يامي غاضبا: إلى أي مدى سيمضي هذا الشرير في تشويه حياة الناس؟ ترك لوسيوس أم آستا خلفه بينما أحاطت الملائكة جثة آستا مثل نسور جائعة. اعترف لوسيوس بخطئه السابق عندما افترض أن آستا قد مات، لكن هذه المرة سيتأكد بنفسه من ذلك. في نفس اللحظة استجمعت سيلف قوة جديدة كليا وانطلقت مسرعة لتنضم إلى يونو في لمح البصر. دمر يونو أتباع لوسيوس بروح بوريوس، ثم واجه لوسيوس بسرعة. دافع إمبراطور السحر عن نفسه بابتسامة ماكرة بينما أعجب ريويا بقوة يونو الهائلة التي وصلت إلى مستوى جديد كليا. أدرك لوسيوس أن هذا بسبب تحرير يونو لقوته الكاملة في تعويضة نيفرلاند، مما رفع قوته إلى أقصى حد. إنها مقامرة، ولكن مع سقوط آستا كان على يونو أن يفعلها، وإلا فستكون النهاية. كفارس السحر عليه أن يؤمن برفاقه. بالإضافة إلى ذلك فقد استنفذت التيران السوداء كل طاقة مضاد السحر، ولم يتبقى لهم سوى قوتهم الأصلية والتي ما زالت قوة لا يستهان بها. كان ماغنا ولاك مستعدين للقتال، وشارك كل من جراي وفانيسا نفس العزيمة، بينما رفض غوش تصديق أن آستا قد يموت أبدا. لكن الأعضاء الأضعف في قواتهم لم يكونوا متفائلين بنفس القدر. كانت المملكة بأكملها تعكس معنوياتهم المنهارة. كانت ميموزا عاجزة ومذعورة وهي تنادي يونو وآستا. تصدم لوسيوس ويونو مرات لا تحصى في غضون لحظات، وتمكن يونو من إصابته في عدة أماكن. أعجب لوسيوس ولكن تعافى على الفور، ثم دفع هجوم قوي إلى التراجع مما أجبره على الدفاع. عادت ابتسامة الإمبراطور شريرة وكان واثقا من انتصاره، لكن كانت هنالك نقطة ضعف في خطته. نقطة ضعف ترفض الموت. مد آستا يده إلى غريمواره وأخبر يونو أن الوقت قد حان. بيد مرتعشة أمسك بسيف ساكن الشيطان وسمح لقوته بالتحرر. نظر يونو من فوق كتفه وهو ينزف، ووعد آستا بأنه سيلحق به قريبا. ابتسم يونو موافقا، ثم فقد آستا وعيه فأرسله يونو بعيدا. لم يرى لوسيوس أي جدوى من ذلك لأن لا يوجد مكان لا يستطيع الوصول إليه، لكن يونو أجابه بنبرة منخفضة: لن تضطر إلى ملاحقة آستا لأنه سيعود من تلقاء نفسه طالما أنا هنا. الآن يونو يحمل في يده سيف ساكن الشيطان المضاد للسحر، وفي الأخرى روح القديس زيفير، بالإضافة إلى اتحاد الشيطان واتحاد روح الرياح، وحتى سحره النجمي أصبح مشبعا بقوة مضاد السحر. يونو بقوته الجديدة يقف أمام لوسيوس وهو عازم على انتقام لمنافسه، وحتى فينرال الذي اعتاد رؤية المعارك الكبرى بدا مذهولا وقال: المنافس الوسيم لآستا بات يمتلك مضاد السحر أيضا؟ نعم يا فينرال، جميعنا نشعر بالمفاجأة نفسها. من جهة أخرى يراقب لوسيوس الموقف ويقول بأن الأوضاع تزداد سوءا، قائلا: كما توقعت، أنت الأخطر على الإطلاق، وكل ما يحدث الآن هو بسبب ذلك الفتى شبه الميت. ثم يطلق هجوما هائلا مستخدما أنواعا متعددة من السحر، لكن يونو لم يتراجع بل هاجم بعاصفة سوداء مدمجا سحر الرياح الذي يمتلكه بمضاد السحر ليكون زوبعة قادرة على محو جميع هجمات لوسيوس وإبطال مفعولها. المشهد كان مبهرا بحق، إذ اخترق يونو هجمات لوسيوس وظهر فجأة أمامه محاولا توجيه ضربة مباشرة، غير أن سرعة لوسيوس الفائقة مكنته بالكاد من تفاديها. يونو تساءل: هل كان آستا يلوح بهذا الشيء الثقيل طوال الوقت؟ نعم، على عكسك يا زوجة الكاتب، آستا عمل بجد وتدرب كي يتمكن من ذلك. المهم يدرك لوسيوس أن مواجهة مضاد السحر تتطلب حذرا مضاعفا، لذا يستغل سرعته ليظهر خلف يونو ويوجه له ضربة في محاولة لإبعادها عنه قدر الإمكان، إذ إن أي هجوم من مضاد السحر قد يكون قاتلا. لكن يونو لم يتراجع بل استخدم سحر النجوم ممزوجا بمضاد السحر لينفذ هجمات متتابعة على لوسيوس، إلا أن خصمه ظل يتفادى ضرباته بسهولة حتى كاد يوجه له ضربة مباشرة. قبل أن يصاب أطلق يونو ضربة هلالية سوداء، ورغم أن لوسيوس تفادى الهجوم مجددا إلا أن يونو اندفع أمام
أمامه فورا وضرب بكل قوته. حاول لوسيوس صد السيف، لكن يونو باغته بسيفه الآخر ودمر سلاحه. وقبل أن يكمل يونو هجومه اختفى لوسيوس فجأة، ليظهر أن يستخدم الآن سحر الشفافية، سحر القائد السابق لفرقة الأورك الأرجوانية. الآن يونو غير قادر على رصد لوسيوس الذي يقول له بمجرد أن ألمس جزءا من جسدك غير مغطى بمضاد السحر بسحر الروح ستكون نهايته. وفي اللحظة الأخيرة يستخدم يونو تعويذة جديدة بمضاد السحر تعرف باسم بلاك نيفرناند، وهي أشبه بمنطقة مضادة للسحر حيث يمحى السحر تماما داخلها. في هذا الحيز الذي أوجده يونو يصبح لوسيوس مكشوفا أمام هجماته، فيستطيع رصده والانقضاض عليه بسرعة خاطفة. ورغم أن لوسيوس يتفادى الضرب من جديد بسرعة مذهلة إلا أنه يتلقى جرحا في ذقنه، ليرسم ابتسامة على وجهه ويقول بإعجاب مذهل، لكن مضاد السحر له حدود وسيفد منك عاجلا أم آجلا. يرد عليه يونو بثقة سأقتلك قبل أن يحدث ذلك. ينتقل المشهد إلى أسير التي عادت من جديد وهي متحمسة لمواجهة نويل مرة أخرى، لكن نويل استنزفت كل سحرها وغير قادرة على الاستمرار. وفي لحظة يأس تظهر ميري بشكل مفاجئ لتوجه لك محارقها إلى أسير. وسط ذهول نويل من هذا التدخل تقول ميري بحزم ابتعدي يا نويل، تلك لم تعد أمك، أنا سأتكفل بها. كم تمنيت أن نشاهد مواجهة بين أسير وميري، وها نحن أخيرا نحصل عليها الآن. ننتقل إلى آستا الذي نقل يونو إلى موزة لعلاجه، غير أن الأمر ليس بهذه السهولة، إذ تقول لشفاء هذه الجروح تماما أحتاج إلى تعويذة السحر النهائية، لكن طاقتي السحرية لا تكفي، ولو ركزت كل قوتي على آستا فقط سيموت الآخرون. وتضيف أنا واثقة أن آستا لن يقبل أن أنقذ حياتها على حسب أرواحهم، لكن فرسان السحر المحيطين بها يقاطعونها قائلين إنسينا نحن، عليك إنقاذ آستا، لقد رأينا كيف يقاتل، نحن بحاجة إليه لإنقاذ المملكة. رغم ذلك تظل ميموزا مترددة حتى يزداد الموقف سوءا بظهور أحد الملائكة لوسيوس فجأة، والفرسان المصابون يقررون تصدي له قائلين لميموزا سنقوم نحن بإيقافهم أسرعي. تضطر ميموزا عندها إلى حمل آستا والركض مبتعدة، وهي تقول سأنقذه بالتأكيد، أقسم أنني سأنقذ آستا. لكن قبل أن تتمكن من الابتعاد يظهر أمامها موريس بشكله المرعب قائلا كنت أود مواصلة كشف أسرار العلم، لكن قبل ذلك يجب أن نزيل هذا العيب من العالم من أجل السيد لوسيوس. وفي اللحظة التي بدا فيها أن كل شيء قد انتهى يقول صوت من بعيد آستا ليس عيبا، إنه صديقي، وحدث ما لم يكن متوقعا. يصل فريق مملكة داياموند إلى ساحة المعركة، على رأسهم مارس وذلك العجوز صاحب سحر الدخان، وهذا الشخص الذي جلد آستا عندما أخرج قوته الشيطانية لأول مرة، إضافة إلى وجوه بارزة أخرى من المملكة. يقول ماركس كما وعدنا جئنا لإنقاذك، وتذكر في الماضي عندما قال لآستا بأنه إذا أصابه مكروه فسيأتي لإنقاذه في أي وقت وفي أي مكان لأنه صديقه، والآن هو يفي بوعده. ميموزا مندهشة من ظهور فرسان مملكة الألماس في هذه اللحظة الحرجة، فهي لم تتوقع أن يهبوا فرسان من مملكة أخرى للمساعدة. فانزيل يقول لها اطمئني نحن في صف آستا. وكذلك يظهر لادروس ولوتس، ويقول لادروس أليس من السخرية أن يتحول ساحر عالم أجرى التجارب ولعب بحياة الكثيرين إلى وحش كهذا؟ والآن نرى جميع فرسان مملكة الألماس يتجهون لمواجهة موريس الذي يقول لم أتوقع أن نلتقي هنا مجددا أيها الجنود، لا علاقة لكم بالأمر، ألا تخجلون من الظهور أمامي في هذه اللحظة؟ عودوا إلى الأرض أيها الأشباح. وهنا تظهر شخصية جديدة وتقول الشبح الوحيد من الماضي هو أنت يا موريس، لأننا أصبحنا أقوى من دون تجاربك. وهنا تأتي المفاجأة الكبرى في الفصل، إذ يقول موريس أنت كنت أعظم نجاح لي على الإطلاق، واحدة من القادة الثمانية المتألقين وحاملة روح الأرض فيرمينا. ومن هنا تبدأ المواجهة الكبرى بين موريس وجميع فرسان مملكة الألماس في قتال يبدو أسطوريا، ولا بد من الاعتراف أن مقاتلي الألماس أقوياء. فانزيل يستخدم سحر الرياح ليبعد ميموزا قائلا نحن سنتكفل بهذا الوقت، اعتني بآستا. فتشكر ميموزا وهي مبتعدة. ننتقل إلى مشهد آخر حيث نرى أهل مملكة كلوفر يشجعون يونو بحماس شديد، فهو بطل المملكة الحالي، والجميع يهتفون باسمه مقتنعين بأنه قادر على الانتصار. وبالعودة إلى معركة يونو ضد لوسيوس، هذا الأخير يستخدم سحر أحد أباطرة السحر السابقين، وهو سحر تلك المرأة التي قتلت ميري في فيلم سيف إمبراطور السحر. لكن مع ذلك يونو يستخدم تعويذة تسمى غدق نصر الرياح الأسود لينشئ سيوفا من الرياح المضادة للسحر لمحو جميع الفرسان الذي استدعاهم لوسيوس. يستمر القتال ويونو يهاجم بسرعة فائقة، لكن لوسيوس يمتلك مرونة مذهلة وما زال قادرا على تفادي هجماته بلا أي صعوبة. لوسيوس يقول والآن لننهي هذا الأمر بيننا، من سيختفي أولا، الشاب الذي يفترض أن تحميه أم أنت؟ وفي الأسفل نلاحظ أن الملائكة بالفعل يبدون لا يقهرون، فأعدادهم هائلة بالإضافة إلى أنهم شبه خالدين، وقد وصلوا بالفعل إلى المواطنين، وحتى مع وجود بعض الفرسان هناك إلا أنهم لا يستطيعون فعل شيء. وأمام هذا الهجوم الساحق من الملائكة يظهر أمامنا شخصية قديمة من جديد، إنه ذلك الفتى نيج صاحب سحر الثلج الذي كان في السابق عدوا. ظهر وهو
يقول هذه المرة حتما سأحميهم بإرادتي. وفي محاولته لحماية الجميع تبدأ مجموعة من المكعبات في الظهور بشكل غريب، ليتحدث شخص في ميكروفون ويقول نعتذر على ترككم منتظرين أيها المواطنون. وهذه الشخصية هي ميلي من فيلم سيف إمبراطور السحر، تقول للجميع آسفة لكنني أكره خوض المعارك بعشوائية، لقد سمحتم لي بالاستعداد حتى اللحظة الأخيرة. إنه فريق أبحاث الأدوات السحرية الفارا صفر، والذي يضم أيضا سالي، ماكوسا، فالتوس وراديس. نوي المذهولة وتتساءل عن سبب وجودهم هنا، بينما تتعرف نيرو عليهم وتقول إنهم وصلوا في الوقت المناسب. تبدأ سالي باسترجاع كلمات آستا التي غيرت مسارها عندما قال لها يمكنك أن تبحثي بقدر ما تشائين لكن من دون أن تؤذي أحد. على العكس، إذا كانت دراستك لخدمة الآخرين سيساعدك الجميع بكل سرور. بفضل هذه الكلمات أعادت سالي النظر في نفسها وصارت في الطريق الصحيح. أما فالتوس فيفتح بوابة وهي يقول لقد حان وقت التكفير عن ما مضى، ويفتح بوابة أمام أحد الملائكة، بينما ماكوس يحمل سلاحا موجها إلى بوابة فالتوس يتمكن من إطلاق طلقة مباشرة على أحد الملائكة. تشرح سالي هذا السلاح وتقول لقد درست جسد آستا الخالي من السحر دراسة كاملة لأصنع هذه الطلقات المذهلة، إنها تجعل الهدف غير قادر على استخدام السحر ل5 ثوان. الفرسان يقولون بأن هذا مذهل ويمكنهم الآن الصمود في وجههم، وماكوس يقول بأنه تأكد الآن أن سالي عبقرية حقا في الأدوات السحرية. وفي هذه اللحظة يظهر راديس وهو يقول إذن هذه الوحوش تتحرك بأرواح عدد لا يحصى من البشر الذين حبسوا بسحر الروح. صحيح، في هذه الحالة سأمزقهم بسحر الموتى خاصتي وأعيد أرواحهم إلى السماء. وبالفعل يتمكن من تحرير أرواح أحد الملائكة ليكون بذلك أول ملاك يهزم تماما، والمواطنون يهتفون له بحماس. راديس يتأثر بهذه الهتافات ويتذكر ما قاله له آستا من قبل، مساعدة الآخرين هي الطريق الصحيح، ليعترف أخيرا أن آستا كان على حق. لكن وعلى الرغم من تدخل هذا الفريق لم يكن ذلك كافيا، فعدد الملائكة كان هائلا، وفي لحظة بدا فيها الموقف ميؤوسا منه. يفاجئون دخول جديد إلى ساحة القتال، إنهم الإلف باتري، رايا، بيتو وفانا، حيث يصرخ باتري باسم قوة الإلف هذه المرة سأكون من يحمي البشر، مستحضرين كلمات آستا مرة أخرى. تقول من موزة امتنان آستا حتى من كانوا أعدائك في الماضي استطعت أن تجعلهم إلى صفك. القتال بين يونو ولوسيوس ما زال مستمرا، ولوسيوس يستخدم مجددا سحر أحد أباطرة السحر السابقين وهو ذلك العجوز صاحب سحر الجليد، لكن يونو بفضل مضاد السحر يتمكن من تدمير العملاق الجليدي بسهولة. مع ذلك لوسيوس يقوم بصنع سيف ضوء عملاق. يعود يونو بدوره ويستخدم سحر النجوم ممزوجا بمضاد السحر لينشئ درعا من مضاد السحر ويبتلع السيف، ثم ينتقل يونو بعدها للهجوم وينشئ رمحا من مضاد السحر ويهجم به على لوسيوس، لكن هذا الأخير يتفاداه، ثم ينطلق كل منهما ناحية الآخر بسرعة كبيرة، وعندما يصطدمان يدفع كلا المقاتلين للخلف ويهبطان على الصخور طائرة. يونو يبتسم ويقول أنت تطاردها بكل جنون بكل ما لديك، في النهاية أنت خائف من آستا أليس كذلك؟ هل كنت تتخيل أن أولئك الذين كانوا أعداء سيزدادون قوة ويصبحون حلفاء؟ لوسيوس يرد باستهزاء ما الأمر؟ إنها ليست أكثر من معركة استنزاف، إنها مسألة وقت فقط، كما هو الحال مع مضاد السحر الذي استعرته. وبالفعل طاقة مضاد السحر لدى يونو بدأت تتلاشى شيئا فشيئا، عندها يخاطبه لوسيوس قائلا انظر لقد بدلت ميموزا مزهودا كبيرا، ولكن يبدو أنها النهاية بالفعل، فقد وصل الملائكة عند ميموزا وكانوا على وشك القضاء عليها، لكن قبل أن يحدث ذلك يصد هجوم ملاك فجأة بمطر من أوراق الأزهار. إنه كيرش الذي وصل إلى ساحة المعركة قائلا للملاك ما تظن نفسك لتقترب من أختي الجميلة، ويقول لآستا ألا تخجل من نفسك بعدما تركت ميموزا تحميك؟ أين ذهبت الحماسة التي هزمتني بها سابقا؟ وبينما يتوجه الملاك مباشرة إلى آستا الساقط يتضح أن سحر كيرش غير كافي لإيقافه، لكن في هذه اللحظة يظهر الشخص القادر على تمزيقهم حقا، وهو لانغريس الذي يشق الفضاء نفسه مدمرا الملاك الذي يقف أمامه، لكن الملاك بدأ يتجدد بسرعة ولم يستغرق ثانية واحدة حتى عاد، غير أن قبل أن يكتمل تجديده يتعرض لهجوم مفاجئ عبارة عن دوابة من النار. أجل لقد حان وقت الحقيقة، وها ولي يظهر أخيرا وهو يقول انهض بسرعة يا آستا، من المخيب أن تكون بهذا الضعف وأنت منافسي. ميموزا تصاب بالدهشة ومع ذلك تقول بأن رغم كل هذا فما يفعله ليو ليس سوى محاولة تأخير الوقت. لانغيس يعترف بقوة ليو قائلا إنها ليست سيئة على الإطلاق. لوسيس أيضا يقول في نفسه يواصل إلقاء التعويذ السحرية بينما يلف نفسه بها أيضا. أحسنت فعلا، لكن يقول بثقة بأنه مهما أسقط منهم فإن الملائكة ستعاود تجدد. كل من كيرش ولانغريس وليو يتذكرون في الوقت نفسه محادثاتهم ولقاءاتهم مع آستا، ثم يرددون معا لقد أصبحت قوية لتقاتل بجانبنا أليس كذلك؟ ويصرخون معا انهض قاتل ولنقضي على لوسيوس. وفي أثناء احتدام المعركة كانت ميموزا في حالة يأس تحاول معالجة آستا، لكنها للأسف تقول إن الأوان قد فات، وبدأت تبكي وهي تتذكر عندما حدث نفس الشيء في المعركة ضد لوسيفير
السحر. وفي لحظة اليأس هذه تظهر بوابة بجانب ميموزا ويخرج منها كل من تشارمي وفينرال، وهما يحملان طبقا من الطعام ويقولان لها إنها يجب أن تأكل. ميموزا تتفاجأ من ظهورهما بينما فينرال يخبرها لقد شاهدنا المعركة ومن الواضح أن آستا ومنافسه لن يستسلما، فلا تستسلمي أنت أيضا يا ميموزا. فتتناول الطعام بسرعة وتشكرهما لتتمكن أخيرا من استعادة عافيتها وتفعيل السحر المطلق. تصبح قادرة الآن على معالجة آستا بالكامل وهي تقول له: آستا أنقذ العالم من فضلك، فالجميع ينتظرك. وفعلا في اللحظة التي بدا فيها أن لا شيء قادر على إيقاف الملائكة يظهر آستا وبسرعة خارقة يقطع أحدهم إلى نصفين وينهيه في لحظة ويشكر ميموزا لعلاجه، بينما هي سعيدة لأنها أخيرا أنجزت هدفها وتمكنت من إعادة آستا بكامل قوته. فنشاهد لوحة مبهرة يظهر فيها آستا بملامح جادة وهو يصرخ بكل حماس: لوسيوس أنا قادم إليك. آستا قضى على الضم التي هاجمته بمساندة ليو، وبعد الانتهاء رحب الجميع بعودته وهو شكرهم من أعماق قلبه لأنهم السبب في نجاته ولأن ميموزا تمكنت من علاجه بفضل جهودهم جميعا. كما تعافى ليبي واعتذر لآستا عن ما حدث بسبب تردده، لكن آستا تقبل اعتذاره لأنه فهم ما جرى. بعد ذلك اتفقوا على العودة سريعا إلى ميدان القتال إذ لم يعد هناك وقت للهدر. أخو ميموزا أعجب كثيرا بتطور ابن عمه ليو، أما فينرال فأعلن استعداده الكامل، ولانغريس أبدى حماسه للقتال إلى جانب شقيقه الأكبر الذي أصبح قدوة لها بعد أن تجاوز خوفه. في تلك اللحظة ظهرت نويل كانت تبحث عن آستا وأدركت أن ميموزا تقترب منها عاطفيا مما جعلها تشعر بالغيرة، لكنها اكتفت بمدح شجاعة آستا. بعد ذلك طلبت من تشارمي بعض الطعام لأن طاقتها السحرية نفذت وتحتاج إلى استعادتها. استغل آستا تلك الفرصة لتحدث مع ميموزا ووعدها بأنه لن يموت في هذه المعركة وسيعود حيا، فردت عليه بعينيها البريئتين بأنها ستنتظر عودته. ويمكن القول إن ميموزا أصبحت الأقرب إلى آستا حاليا. بعد أن أنهت نويل طعامها أصبحت جاهزة للتحرك وآستا شاركها ملغي السحر وانطلقا سويا. نويل أظهرت اتحادها مع حاكم البحار ليفاتيان الذي اتخذ لونا أسودا بسبب تغطيته بطاقة ملغي السحر، بينما دومالوس تقترب من الأعلى لمواجهتهم. أدركت نويل أن عليها البقاء لتشغل الأعداء الثلاثة المكلفين بإيقاف آستا، بينما تابع هو طريقها نحو لوسيوس. انتقل المشهد إلى بلاد الشمس حيث كان الدخان الكثيف دليلا على معركة طاحنة. قصر ريودو تحطم وريوزن السبعة سقطوا بإصابات بالغة، والشوغون أصبح بلا حماية بعد غياب إيشيكا. لوسيوس تمكن من إعادة هيت إلى الحياة إذ لم يمت الأخير تماما بسبب تأثير ملغي السحر، فظل الاتصال بين لوسيوس وجسده قائما مما سمح له بالتحكم به مجددا. لوسيوس قادر على رؤية والتحدث من خلال أتباعه كما لو أنه يتلبسهم، وكان متشوقا لمواجهة ريودو. قال له: أنت شخص مميز ترى المستقبل رغم أنك بلا سحر. أعترف أنك شوكة في حلقي، لكن ما لا أفهمه هو سبب وقوفك بجانب آستا. ورغم الجراحة الكثيرة لم يتوقف ريودو عن استخدام التنجيتسو وظل يراقب آستا حتى وهو على شفا الموت. أجاب قائلا: دفعت ثمنا باهظا لأمتلك هذه العين، ضحيت بكل سحري كي أرى الحقيقة. لم أندم على ذلك لكنني تألمت بشدة لأنني اعتقدت أنني فشلت في الوفاء بوعدي لصديقي. هربت من الواقع وبدأت أبحث عنه في كل مكان حتى صادفت آستا. كان حينها مجرد فتى بلا سحر، بدا لي وجوده غير منطقي مخالفا لقوانين هذا العالم، فقررت مراقبته أكثر. نشأ ذلك الفتى في أدنى طبقات المجتمع ومع ذلك لم يستسلم بل اجتهد وتخطى كل العقبات. التقى بصديقي الذي كنت أبحث عنه، ومنذ ذلك الحين ازدادت قوته. واجه خصوما مرعبين، وقف على حافة الموت مرارا لكنه لم يتوقف عن القتال أبدا. بعد كل سقوط كان ينهض من جديد. مراقبتي له غيرت حياتي، ألهمني بالشجاعة وأعاد لي الحماس الذي فقدته منذ زمن. لهذا السبب أساند آستا وسأواصل دعمه حتى النهاية، ولن أقف يوما إلى جانب شخص مثلك يا لوسيوس حتى لو كلفني ذلك حياتي. لوسيوس الذي يظن نفسه حاكم العالم الحقيقي في نظر الآخرين مجرد شخص متغطرس يفرض سلطته بالقوة ولا أحد يحبه حقا. رد عليه بابتسامة باردة: آسف، العالم الذي سأبنيه لا يحتاج إلى شوغان مثلك. وفجأة اندفع يوسوغا من تحت الركام بهجوم مباغت قطع رأس العدو محطما المستقبل الذي يتصوره لوسيوس. يوسوغا أقوى محارب في بلاد الشمس أعلن أن هذه الأرض لن ترحب أبدا بمن لا يرحب به الشوغان. يعود المشهد إلى مملكة كلوفر حيث ما زال يونو صامدا في وجه لوسيوس. الأخير اعترف بأن يونو بفضل مضاد السحر أصبح ثاني أقوى ساحر في العالم بعده مباشرة، لكن كان يعلم أيضا أن طاقة مضاد السحر لديه توشك على النفاذ، فقرر أن ينتظر حتى تلك اللحظة لينهيه. يونو مدركا هذا الواقع قرر أن يضع ما تبقى من قوة مضاد السحر في هجوم أخير، فانطلق بسرعة البرق مستخدما سيف آستا، غير أن محاولته لم تحقق النتيجة المرجوة إذ لم يفلح سوى في إحداث جرح بسيط على وجه خصمه. ولوسيوس بدا مذهولا ليس فقط بسبب الجرح بل أيضا بسبب ما شاهده في بلاد الشمس من فشل خطته.
خطته، خصوصا بعدما رأى أن تلك المعركة زادت من إيمان الناس بآستا ودعمهم له. وبعد أن نفذت طاقة مضاد السحر من يونو لم يعد قادرا على استخدام سيف مستوطن الشيطان، لكن الحظ حالفه إذ وصل الدعم في الوقت المناسب. آستا ظهر أمام لوسيوس جرحه شفي تماما وهو مستعد للقتال. التفت إلى يونو معتذرا عن تأخره، بينما يونو وبخ لأنه تأخر. ملامح لوسيوس كانت تدل على أن صبره بدأ ينفذ. يونو لم يتردد في استفزازه قائلا الجن جنونك، لأن آستا رفض الانصياع على إرادته. عندها أظهر لوسيوس والدة آستا من جديد، لكن هذه المرة لم تكن وهما بل حقيقية وفي هيئة بلادين. ظن يونو أن آستا لن يقوى على القضاء عليها، فقرر أن يتكفل هو بالأمر، لكن آستا قاطعها بثقة قائلا لا تقلق، كل شيء تحت السيطرة. خطب ليبي وسأله إن كان مستعدا، إلا أن ليبي تردد لحظة قبل أن يتذكر تضحية أمه التي وهبت حياتها لحمايته هو وآستا. عندها أدرك أنه لا يملك خيارا آخرا سوى القتال كي لا تضيع تضحيتها سدى. تحرك آستا بسرعة خاطفة وهاجم والدته وحررها من سيطرة لوسيوس، ينهي معاناتها بضربة واحدة، فانهار جسدها بلا روح لأنها كانت ميتة بالفعل. آستا شكر يونو لأنه نقلها باستخدام نجمه، بينما طبخ الطفل سيتا تماما ولم يتبقى سوى لوسيوس في الميدان. لم يكن أمامهم سوى مضاد السحر، فهو السلاح الوحيد القادر على قتله. فحتى الآن لم يتمكن لوسيوس من شفاء الجرح البسيط في وجهه. اتحد آستا مجددا مع ليبي وأعلن بداية العد التنازلي 10 دقائق فقط لحسم المعركة، وهكذا بدأت المواجهة الأخيرة رسميا. أعظم ثنائي في المملكة انطلق معا نحو لوسيوس الذي حاول صدهم بسلاسل العظمية مانعا إياه من الاقتراب، لكن ضغطه الهائل أجبر على التراجع حتى وجد نفسه داخل قصر الملك، حيث خطط الإثنان لحبسه ومحاصرته هناك. هاجم آستا من اليمين ويونو من اليسار، غير أن لوسيوس ظل متفوقا يقرأ تحركاتهما ويوقف هجماتهما في الوقت المناسب، ثم نجح في فصل آستا عن يونو ودفع به خارج المبنى ليندفع نحوه مباشرة. استعاد آستا توازنه بسرعة وتفادى الضربة القاتلة، بينما انتقل يونو فورا ليقف إلى جانبه مجددا ليستأنف الهجوم المتزامن. كلما طال القتال ازداد الانسجام بين آستا وليبي، وكذلك بين يونو وروح الرياح بيل، كلاهما يدفع الآخر نحو مزيد من التطور، حتى لوسيوس أدرك أن هذان الشابين يتجاوزان حدود المنطق، فكل ضربة جديدة أقوى من سابقتها. شيئا فشيئا بدأ ميزان القوة يميل ضده، وكان أول من لاحظ ذلك أدراماليك الذي أدرك أن البشر في هذه الحرب أثبتوا أن لا شيء مستحيل، وأن الإرادة البشرية أقوى من أي سحر، وأن قدرتهم على التطور لا حدود لها. أدراماليك بدأ يوقن بأن لوسيوس في طريقه إلى الهزيمة. وفي مكان آخر كان مورغان يطلق هجمات مدمرة بسحر الضوء تتساقط كالشوب وتحرق كل ما في طريقها، مجبرا ناخت ويامي وإيشيكا على التراجع والاختباء حتى لا تعترفوا بأنهم عاجزون عن لمسه بقوته الحالية. في تلك اللحظة وصل أدراماليك، اقترب بهدوء وقال مرحبا. ناخت أدرك فورا من هو وأدرك حجم الخطر الذي يمثله، إذ أن أي تحرك عدائي منه يعني نهايتهم، لكن كلماته جاءت على عكس توقعاتهم، فقد عرض عليهم المساعدة. ناخت تساءل بحذر عن نواياه ظنا أنه يحاول خداعهم، لكن أدراماليك تجاهله وتوجه بخطابه إلى يامي مباشرة. قال له ما رأيك أن تسمح لي باستخدام جسدك، فقد استخدم في طقوس فتح بوابة العالم السفلي مما جعله وعاء مثاليا لقوة الشياطين. سأله يامي بدهشة ولماذا تساعدنا أنت؟ ابتسم أدراماليك وأجاب بحماس واضح أنتم أيها البشر مثيرون للاهتمام. منذ قتالكم ضد لوسيفير لفتتم انتباهي، لكن حينها كان كل شيء يسير وفق خطة لوسيوس، أما الآن فقد أثبتم أنكم مختلفون. صمتم رغم استحالة فوزكم، رؤيتكم تشعل حماسي، وأنا أفضل الانضمام إلى الجانب الذي يقاتل بجنون. فلوسيوس ممل، فكل ما يفعله هو شيء مخطط له. لم يصدق ناخت ما يسمع، بينما انفجر يامي ضاحكا وقال يبدو أنها مقامرة تستحق التجربة. وهكذا أبرم العقد مع أدراماليك. فور الاتحاد تغير شكل يامي كليا، ظهرت له 4 قرون وذيل، ونمت في يديه علامات غريبة، وتضاعفت قوته السحرية بشكل هائل ليصبح مستعدا لمواجهة مورغان. في تلك الأثناء شعر لوسيوس بطاقة يامي من مسافة بعيدة، وأدرك على الفور أن أدراماليك خانه. سأل عن السبب فأجابه الشيطان ببرود لن يكون العالم ممتعا إذا فزت. بعد لحظات اكتشف يامي نوع السحر أدراماليك، إنه سحر الضوء، ما أثار دهشته إذ لم يكن يعلم أن الشياطين العليا تستطيع استخدامه. انطلق يامي بسرعة هائلة وخلفه ناخت وإيشيكا يغمرون السحر المظلم، ومن وسط الظلام انبعث شعاع ضوء مباغت أصاب مورغان في وجهه، ومن المفاجئ أن جراحه لم تتجدد هذه المرة. قال أدراماليك ليامي سحر الشياطين العليا قادر على تدمير البلادين، فهؤلاء الشياطين يعادلونهم في القوة، ومن يهاجم أولا هو المنتصر. حذرت إيشيكا من هجوم مورغان المدمر، لكن يامي كان أسرع، ممسكا بسيفين أحدهما مغطى بالظلام والآخر مضيء بالنور. بضربة مزدوجة في صدر خصمه فصل رأس مورغان عن جسده تماما. اختفى الأخير تدريجيا، فيما تمنى يامي لصديقه أن ينال الراحة التي حرمه منها لوسيوس. ينتقل
انتقل لمشهد إلى ميريليونا التي نجحت أيضا في إسقاط والدة نويل، وقالت بصوت حزين: المحاربة التي عرفتها لم تكن وحشا. فأجابتها أسيل بربرة محبطة: وأنا كذلك. لم يتبقى الآن سوى موريس ولوسيوس. الأخير بدأ يشعر بالخطر بعد سقوط فرسانه، فتراجع ويقول إن هذا القطار مجرد مضيعة للوقت، وقرر أن ينهي كل شيء بضربة واحدة. كان يعلم أن آستا والفرسان الأقوياء لن يموتوا بسهولة، لكنهم سيضطروا لحماية المدنيين، وهناك ستكون فرصته الذهبية للهجوم عليهم في لحظة ضعفهم. بدأ لوسيوس بدمج كل التعاويذ التي جمعها من أبراج الجريموار في تعويذة واحدة. يونو وآستا شاهد المشهد بدهشة، فالهجوم الذي أمامهما لم يسبق له مثيل. كرة ضخمة من السحر ظهرت في السماء تغطي العاصمة بأكملها، لا هروب منها ولا حتى التكنولوجيا الحديثة يمكن احتواء هذا الكم الهائل من الطاقة السحرية. المواطنون وقفوا ينتظرون معجزة. الفرسان العاديون أدركوا أن ما يشاهدونه يتجاوز حدود البشر بمراحل. أما لوسيوس فبوجه خبيث قال لهم: لا تخافوا، فهذه ليست النهاية بل بداية حياة أبدية سعيدة. أسقط الكرة السحرية فوق العاصمة، وكل ما تلمسه يتفتت فورا. يونو وآستا قادران على إيقافها، لكن إذا فعلا فسيصبحان هدفا سهلا له. في تلك اللحظة دوا صوت من الأسفل. كان فويغيليون بجانبه ميري الذي طلب منهما التركيز على لوسيوس. بينما سيتولى هو وأخته إيقاف هذا الشيء، ظهر فويغيليون بهيئة جديدة، اندماج كلي مع روح النار تماما كما يفعل آستا مع ليبي. أطلق هو وأخته هجوم مشتركا هائلا، لكنه لم يكن كافيا لإيقاف قوة لوسيوس. اعترفا بأنهما بحاجة إلى المساعدة، ونظرا نحو ليو ونادياه بأعلى صوتيهما. ليو لم يصدق أذنيه، لكن السعادة غمرت قلبه. انطلق نحوهم بكل حماس، فقد حان الوقت ليغادر إلى جانب عائلته. استخدم الأختام التي تعلمها في مملكة هارت وضاعف قوة الهجوم. بجهد جماعي مذهل نجحوا في اختراق الكرة السحرية وتدميرها، وأنقذوا العاصمة بأكملها. لكن آستا ويونو لم يمنحا لوسيوس فرصة أخرى. هاجما بسرعة خارقة. لوسيوس بدا مذهولا بل خائفا، كأنه يرى احتمال خسارته يقترب. سرعتهما ارتفعت بشكل كبير، وانسجام بيل مع يونو بلغ مستوى غير مسبوق. وليبي أيضا شعر بنفس القوة التي أحسها يوم قتال لوسيفير. كلاهما تغير شكله. يونو اندمج تماما مع بيل ودمج سحر الرياح والنجوم في تعويذة واحدة. أما آستا فقد أظهر القرن الخامس أخيرا، وفي هذه الهيئة لا يمكن لأي سحر أن يؤثر فيه، إذ يلغى تلقائيا عند ملامسة جسده. أدرك لوسيوس أنها بالفعل في خطر. تحرك آستا ويونو بسرعة جنونية وأطلقا هجوما مشتركا مدمرا. لوسيوس حاول التصدي، لكن الفصل انتهى عند هذه اللحظة المصيرية. والآن أصبح من الواضح أن المعركة بالفعل قد وصلت إلى ذروتها. إذا أخبروني برأيكم بهذه الفصول الأخيرة وما تقييمكم لها. المهم شكرا لكم جميعا على المشاهدة، وإلى اللقاء إلى المقطع القادم.